السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كأس الأمم الأفريقية من مباريات دور الستاشر، فاز منتخب غينيا على منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0. سجل الهدف اللاعب محمد بايو في الوقت الإضافي من الشوط الثاني. وخسر منتخب مصر من منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي بنتيجة 1-1. وفاز منتخب الرأس الأخضر على منتخب موريتانيا بنتيجة 1-0. وسجل الهدف اللاعب ريان منديس من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 88. خسر منتخب السنغال من مستضيف البطولة منتخب الكوديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 4-5 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي بنتيجة 1-1. لتودع السنغال حاملة لقب البطولة الماضية من دور الستاشر. وفاز منتخب مالي على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2-1، حيث سجل اللاعب إدموند التابسوبا الهدف الأول لمالي في الدقيقة 3. والهدف الثاني لمنتخب مالي جاء عن طريق اللاعب لاسين سينايكو في الدقيقة 47. وسجل هدف منتخب بوركينا فاسو اللاعب تراوري في الدقيقة 57 لتنتهي المباراة بفوز وصعود منتخب مالي للمرحلة القادمة. خسر منتخب المغرب من منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0، حيث سجل الهدف الأول لمنتخب جنوب أفريقيا اللاعب ماكوجبا في الدقيقة 57. والهدف الثاني جاء عن طريق اللاعب مكوينا في الدقيقة 5 من الوقت الضائع بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة. ونستعرض لكم المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية: منتخب نيجيريا، منتخب أنجولا، منتخب الرأس الأخضر، منتخب جنوب أفريقيا، منتخب مالي، منتخب الكوديفوار، منتخب الكونغو الديمقراطية، منتخب غينيا. وما زالت المفاجآت تتزايد في هذه البطولة بعد خروج أبرز المرشحين. وفي النهاية نشكركم على حسن المتابعة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ومتابعة موقعنا footballislife.online للمزيد من الأخبار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.